استراليا بعد الحرب العالمية الأولى في سنة 1932 كان بيواجه الفلاحين خطر بيهدد الزراعة والمحاصيل الزراعية اللي هناك، وبالتالي كان بيهدد الاقتصاد الأسترالي كله. والخطر ده هو هجوم أعداد كبيرة جدا من طيور الإيمو من الصحراء على الحقول الزراعية اللي مزروعة في استراليا. والإيمو عشان تبقى واخد بالك معايا هو طائر تقيل جدا لا يطير يشبه النعام. هب الفلاحين اشتكوا الحكومة ان جدينا يا حكومة بيتنا اتخرب يا حكومة. الحكومة قررت انها تساعد الفلاحين في القضاء على طيور الايمو، فاعلنت الحكومة الاسترالية الحرب ضد الايمو، وسميت الحرب دي بحرب الايمو العظيمة كنوع من السخرية لانها اول حرب ما بين البشر والحيوانات. وتبدأ الحرب في أول يوم تيجي إخبارية للجيش الأسترالي بوجود 50 طائر من الإيمو متجمعين في حتة واحدة. يروح الجيش الأسترالي يهجم عليهم